السلام عليكم، ازيكم حبيباتي؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. صلوا على النبي. ان شاء الله مع بعض النهارده هنكون في تجربه جديده زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك. الصوره يعني تفتح النفس، ما فيش كلام. بس برضو زي ما اتفقنا مع بعض ان شاء الله هنعمل فلوجات. هنروح اماكن نجيب منها حاجات وندوقها مع بعض ونشوف انهي الاحسن ونعرفكم. ان شاء الله النهارده كنا في المنصوره في شارع العباسي، في محل اسمه الرشيدي، عنده برضو فسيخ وحاجات مالحة وكده زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك. شوفوا بقى جبنا من بصوا دي الاسعار بتاعته. اللهم بارك. بقى جبنا من عنده السردين ده، جبت نوعين. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. كنت بس انا مكنتش عارفه امسك قوي اللحم بتاعه عامل ازاي. ما شاء الله اللهم بارك. وده نوع تاني من السردين اهو، الكيلو ب80 والكيلو ب100. بصوا بس الكبير ده كان حادق سنه كده، لكن الصغير ما كانش حادق أوي. بس ما شاء الله اللحم بتاع الكبير ده دايب وجميل. بصوا الفسيخ بتاعه عامل ازاي. جبت كيلو بس، ده كنت بدوق كده طلعت واحدة بس من الكيلو يعني. بصوا ما شاء الله. بقى هفتحها معاكم وتشوفوا اللحم بتاع الفسيخ عامل ازاي. اللهم بارك. بصوا احمر وجميل. بصوا كان زي الزبدة ما شاء الله يعني. كنت بجيب هنا من عندي بس ده طلع احسن منه. والجلدية بتاعت السمكة مش سخينة يعني، كله لحم ما شاء الله اللهم بارك. وهنا بقى كنت غسلت شوية خضرة كده وعصر ليمون على الفسيخ، والفسيخ اللهم بارك جميل جدا. وجبت شوية بصل كده وهندوق بقى ونقول لكم. الفسيخ الكيلو ب180 وفي ب200، السردين ب100. بصوا ما شاء الله جميل. بصوا اللحم بتاعه احمر ودايب ما شاء الله، جميل جدا سواء الفسيخ او السردين. يعني انصحكم ان انتوا تجربوه. اتبسطت جدا بالتجربة دي وحبيت ان انا اشاركها معاكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم. ما تنسوش تصلوا على النبي. هقابلكم في فيديو جديد ان شاء الله.